ده المحل اللي كان فيه نويل روبنسون قبل ما يرقص الرقصه بتاعته المشهوره اللي جابت لها يجي كام مليون فيو على التيك توك لما جه مصر. لا شهاده لله الكبده كمان كويسه بصراحه يعني كده الحمد لله عرفنا نصدر صوره محترمه عن مصر وعن اكل مصر بصراحه. بتصلي على النبي، الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي والكبده خارجه من بطنه. جعان؟ تيجي ناكل. البس بسرعه انا جعان. جعان اتنازل لملك كيلومترين نصفين وحطهم في قلب الميه كلهم. جمهوري الجميل مساء الفل والخير والسعاده عليكم وان شاء الله تكونوا بالف صحه وانتوا بتتفرجوا عليا. رجعت لكم بفيديو جديد ومحل جديد. ده المحل اللي كان فيه نويل روبنسون قبل ما يرقص الرقصه بتاعته المشهوره اللي جابت لها يجي كام مليون فيو على التيك توك لما جه مصر. تعالوا نفتح السندوتشات مع بعض كده ونشوف السندوتشات دي كويسه ولا اتضحك عليه ولا ايه الدنيا. معانا طبعا المحل اسمه يوكل، ويوكل ده محل محترم موجود في النزهه في شارع اسمه الحريه في النزهه. يوكل ده يعني يتاكل، يعني مش يوكل اليه مهام ولا حاجه يعني. يوكل هو المفروض البلدي يوكل بس هم سموه يوكل بس ما اعرفش ليه يعني. المحل يظهر انه محترم وجميل وفي ناس كتير عملت لي ريكومند عليه يعني، فتعالوا نفتح مع بعضنا السندوتشات ونشوف سندوتشات كويسه ولا اي كلام. وبالذات يعني كفايه ان نويل روبنسون كل فيه. ادي الباكج بتاعته اهي مكتوب عليه يوكل، وما بيطلقش فيه اكياس بلاستيك، يعني هم كمان اصدقاء البيئه كمان يعني بيخافوا على البيئه، فحاجه محترمه يعني. وادي سندوتشاتهم برضو على قد كده رخيصه الحمد لله، يعني مش اللي هي حاجه غاليه ولا حاجه اوفر ولا كده. جايب انا كبده اسكندراني ب 23 جنيه وجايب سجق بالدمعه ب 22 جنيه حاجه كده يعني. كل اللي دفعته 46 جنيه ولا حاجه مش اكتر يعني. بس اهم حاجه يا رب يكون الاكل حلو يعني، ونكون صدرنا صوره كويسه للاجانب اللي منهم نويل روبنسون يعني. سندوتشات صغيرة جدا جدا جدا. برضو انا اهم حاجة بالنسبة لي الطعم، انسى الحجم بتاع الساندوتش قد ايه يعني، اهم حاجة الطعم. السندوتش قطمتين بالظبط يعني. ده الواد اتضحك عليه بقى كده بجد يعني، وكده ما كانش عنده باور يرقص كويس بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الطعم جميل، الطعم جميل بصراحة. هو ادي مكونات الساندوتش زي ما انتم شايفين اهو، شوية سجق وحاطين مستردة وعليه بصل وشوية طماطم وشوية فلفل يعني مقلي في الحاجات دي. لا بس الساندوتش على قد ما حجمه صغير على قد ما يحير يعني بصراحة. بسم الله. كده انا اطمنت على تراث بلدي يعني. كده الراجل راح كل في محل نظيف وكل اكل نظيف بصراحة. معانا الساندوتش التاني اهو، ده كبده اسكندراني. هي بس مشكلتهم السندوتشات صغيره قوي يعني، في الاخر برضه 22 جنيه ونص يعني مش قليل برضه. ادي الكبده، في كبده وفي فلفل، يعني كبده اسكندراني بس مش قد يعني. الكبده الاسكندراني اللي في اسكندريه طبعا بتبقى احلى من كده يعني، الشكل بيبقى احلى يعني، بس اهم حاجه ندوق ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله.
لا شهاده لله، الكبده كمان كويسه بصراحه يعني كده الحمد لله عرفنا نصدر صوره محترمه عن مصر وعن اكل مصر بصراحه. بتصلي على النبي، الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي والكبده خارجه من بطنه. يعني كده نويل اكيد انبهر. لا كده حاجه محترمه بصراحه. الكبده بتاعتهم يا جدعان جميله جدا جدا وصحيه جدا، يعني هم يظهر بعد ما بيقلوها في الزيت او كده، لو بيعملوها بالطريقه الاسكندراني بيفضوها من الزيت بطريقه ما او باخرى عشان تبقى صحيه وعشان ما تبقاش مضره على صحه البني ادم، يعني ان الواحد ما ياكلهاش يحصل له مشاكل كتير من الزيت الكتير اللي موجود في الكبده، يعني دي حاجه رعوها كويس جدا والطعم حلو بصراحه. بس انا مأخذي الوحيد ان السندوتشات صغيره، يعني معلش انا برضو في وسط البلد لما باجي اجيب لي سندوتشين الواحد ب 20 جنيه بيدوني حاجات اكبر من كده خالص، ب 10 جنيه وبيدوني اكبر من كده برضه. بس طبعا بقى عشان الباكجنج الحلو وعشان الايه الطعم حلو برضه. ادي بص شكل الباكجنج اهو، وكان محطوط في قلب العلبه دي كده. فلا يعني حاجه نظيفه بصراحه يعني. الحمد لله برضو ان احنا بينا بمنظر كويس قدام نويل، وطلعنا قدامه ان احنا بنعمل اكل شعبي جميل الحمد لله يا رب. يلا باي واشوفكم في حلقه جديده. يلا باي.